هيعملوا 40، لو جبت 25 يعملوا 50. فانا قلت لا، انا هجيب كيلو سمك مكاريل. انا جبته النهارده هو وغسلته ونضفته وخليته زي الفل. وقلت انا هعمل التونه في البيت وبعدين اعمل الطريقه بتاعتهم اللي هي بتاعه الخضار اللي بنضاف على التونه. فتعالوا مع بعض بقى نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا ده كيلو تونه انا جبته ونضفته كويس. ودلوقتي احنا حاطين هنا دي ميه، وانا هعمل يعني هعمل الخلطه اللي انا هسوي فيها المكاريلي بتاعي. فانا دلوقتي هحطه كده اهو بسم الله. عشان خاطر انا طبعا هعمل التونه، بس انا مش هكتر في التوابل بتاعتي فيها، ومش هكتر في الخل، ومش هكتر في الزيت، لان انا عايزه طعم التونه، عايزه طعم السمك، مش عايزاه يبقى مزز، ومش عايزاه اي حاجه، لان انا هحط عليه كميه خضار وكميه توابل، واحط عليه ليمون، واحط عليه حاجات كتيره. هنحط بقى معاه ورقتين لوري. انا هحط حاجات بسيطه جدا، شويه كمون، شويه ملح، شويه فلفل اسمر، فصين حبهان سلام بس. لكن انا مش هحط ليمون ولا هحط خل ولا هحط اي حاجه غير كده، لان انا عايزه طعم التونه، هي طعم التونه. فطبعا لما تستوي هنشوف هنعمل ايه. وكده حبايب قلبي انا سبت السمك بتاعنا او التونه بتاعتنا او المكاريلي بتاعنا لحد ما استوى معايا اهو. طبعا انا هطلعه دلوقتي في طبق وانضفه من الشوك ومن اي سبايا فيه ومن الجلد بتاعه واقطعها قطع، بس مش قطع صغيره، انا اقطعها قطع كبيره، وهنشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. بس انا حبيت اوريكم شكلها بعد ما استوت. طبعا الميه بتاعتها ده اهي او الشوربه بتاعتها دي انا مش هرميها، انا هعبيها في علبه بلاستيك واحطها في الفريزر. لما يكون عندي اكله سمك اطلعها اسخنها واقدمها زي شوربه السمك بالظبط، هي شوربه سمك. وده شكله بعد ما طلع معايا من البوكيه جرانيه بتاعه او الشوربه بتاعته. وانا معايا هنا طبق اهو، انا بقى هبتدي ان انا ايه انضفه زي كده اهو. اهي يا حبايب قلبي دي كده ما فيهاش اي شوك، انا نضفتها واحطها هنا واقطعها جزل صغيره. يعني هي كده كده بتتفصص، يعني انا هخليها قطع متوسطه كده. انا هكمل هنا بقيه الكميه دي ونشوف هنعمل ايه بعد كده. كده انا رحت نضفت المكاريلي بتاعي اهون، وانا قطعتها قطع كبيره بالشكل دون، ما قطعتهاش قطع صغيره علشان خاطر ما تتهريش مني وانا بعمل الوصفه بتاعتي. وكمان ما شاء الله الكيلو يعني عمل لي اكتر من 4 علب تونه او 5، يعني عمل لي ما شاء الله الطبق ده كله، فعمل لي كميه كبيره. فكده اوفر لنا ان احنا نعمل التونه في البيت ونعمل الوصفات بتاعتنا بايدينا. معايا بعد كده بقى هنا زيتون، ده زيتون. معايا هنا التوابل بتاعتي ملح، كمون، شطه. معايا ده فلفل، دون فلفل، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ده بصل اخضر وانا مقطعاه قطع صغيره بالشكل دون. ده معايا فلفل رومي. ده معايا خيار انا مقطعاه بالمبشره قطع طرنشات كده. دي معايا قوطه. القوطه او طماطم، الطماطم دي او القوطه دي لازم تكون جامده، ما تكونش طريه. ده بقى معايا هنا دي خصايه، وقلب الخصايه بردك انا قطعته. دي راس الخصايه، دي راس الخصايه انا قطعتها، وقلب الخصايه انا قطعته. طبعا هو المفروض بدل الخس ده فجل، راس فجله. فانا ما عنديش فجل، فانا بدلتها كمان عشان ما تبقاش لازعه قوي على ولادي، فحطيت راس الخصايه بقلب الخصايه قطعته كده. ومعايا هنا ليمون، ومعانا هنا ايه كمان زيتون. تعالوا بقى يا حبايب قلبي، ومعايا الطحينه. طبعا انا ما فضيتش الطحينه في حاجه علشان ما تتهدرش مني. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله. اول حاجه هعملها هنزل التونه بتاعتي كده كلها كده بالشكل ده. هحط معايا الخيار بتاعي كله اهو. احط البصل الاخضر، احط الفلفل الرومي. انا مش هحط الفلفل الرومي ده كله، انا هحط بس الجزء ده واخلي دول كده. هشيل دلوقتي الليمون. احط راس الخصايه بورق الخس اللي انا مقطعاه. احط الطماطم بتاعتي اهي كلها. بصوا بقى يا حبايب قلبي،
انا ده كمون. طبعا التونه والسمك واي حاجه فيها اسماك بتحب الكمون. فدول كمون ودول شويه شطه، ممكن نحط مع الشطه بابريكا، وممكن نحط بابريكا وما نحط الشطه، ده على حسب ما انت عايزه. انا حاطه سنه صغيره وحاطه سنه ملح بسيطه جدا، لان انا هحط زيتون والزيتون فيه ملح. بس الكميه دي مش هتكفيني، انا عايزه احط شويه كمون كمان. جدر الزيتون حبايب قلبي، نحط بقى الزيتون كله بتاعنا كده اهو. فاضل لنا بقى ايه؟ الليمون. انا كده حطيت ليمونه ونص. هنقلب بقى كل ده حبايبي مع بعض كده ونشوف. وده حبايبي الشكل بتاعها. وهحط كمان معانا، نسيت اللي انا اقول، الملح، عفوا الزيت. انا كده حطيت شويه زيت اهو، برضك هقلبه بقى عشان تشرب كلها من الزيت كده. طبعا انا بقلب بالراحه علشان خاطر ما تفرتكش مني. لسه بصوا قطعه التونه بايه كبيره اهي، عشان تبقى باينه كده في قلب الخضار. احطها في طبق التقديم وارجع له. وادي الطبق حبايبي اهو من بعد ما حطيته في طبق التقديم. بس معلش انا نسيت احط في قلبيه الطحينه، فانا برضك هحط دلوقتي طحينه على الوش اهي، وهكتر اهي. طبعا مش دي الكميه، فاضل معايا كمان شويه هما. بصوا حبايب قلبي اهو. فما شاء الله يعني الكيلو المكاريلي بالخضار عمل لي ايه، كميه كويسه. برضك هنا انا هحط برضك على دول كده طحينه واقلبهم في بعض. انا لسه معايا طحينه تاني، فانا هحط كل كميه الطحينه اللي معايا عليها عشان تبقى ايه طعمها حلو. وده كده حبايب قلبي كان طبقنا النهارده، وارجو ان هو يعجبكم، وان شاء الله تعملوه تقولوا لنا رايكم في التعليقات. طبعا ما تنسوناش ان شاء الله تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وتعملوا لنا لايك او سبسكرايب وتعليق لدعمنا. والسلام عليكم.